هنعمل الغدا كله النهاردة في صينية واحدة في الفرن. أكلة حلوة وسهلة وسريعة وما تتخيلوش قد ايه طعمها شهي، والأهم من ده كله ان هي بتخلص بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هسمي الله وهجيب معايا بصلتين هقطعهم جوليان وفلفلايتين والتوابل ملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقة. هدعك البصل والفلفل بالتوابل كده والمرقة كويس جدا، واحط عليه دول 10 دبابيس فراخ مغسولين ومتنشفين كويس جدا. هتبلهم كده كويس بالبصل والفلفل والتوابل، اتاكد كده ان هم اتبلوا كويس. وهجيب معايا 3 بطاطسيات وهقطعهم كده بالقطعه المشرشره كده، هقطعهم كده بشكل طولي بس يكون فيهم سمك شويه، يعني مش عايزه التقطيعه تكون رفيعه قوي. شايفين كل الكميه كده بالشكل ده. خدت كده البطاطس حطيتها على الفراخ، والمفروض كمان في المرحله دي بيبقى فيه جزر، يعني 3 بطاطسيات و3 جزرات، بس انا ما كانش عندي جزر. انتوا لما تعملوها بقى حطوا جزر. ظبطت التوابل وحطيت عليه كوبايتين عصير طماطم، كوبايتين عصير طماطم يعني نص كيلو طماطم، وعليه شوية مية مضروب في الخلاط ومتصفي، ومعلقة كبيرة صلصة ومعلقة كبيرة سمنة بلدي. وبس كده. حطيت برضو كام قرن فلفل كده فوق الوش. شايفين سهلة وسريعة ما فيهاش اي تعقيدات وطعمها حلو جدا. هقفلها كده بالورق الفويل وهحطها على البوتاجاز بس من فوق يا دوبك بس 10 دقايق، المكونات كده تاخد غلوة كده مع بعضها. وبعدين هدخلها الفرن وهي عليها الفويل برضو على حرارة 200 لمدة ساعة. بعد كده هشيل الفويل واحطها تحت الشواية. شايفين الوش متحمر وشكلها تحفة ازاي؟ الفراخ استوت جدا والبطاطس استوت وطعمها روعة، يعني ساعة زمن تكوني عاملة الصينية دي في الفرن وتكوني عاملة الرز كمان معاها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير، ومتنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوا كل وصفة.